السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هقول لكم ازاي عملت الستاره دي. بصراحه كانت من الحاجات اللي مضايقاني جدا. تحت الحوض انا حاطه كل المنظفات بتاعتي وكل المقشات، الجاروف، اي حاجه بستعملها في البيت وبيبقى استعمال وملهاش لازمه بعد كده، يعني بستعملها كل فتره بحطها تحت الحوض. المنظر مكركب وشكله مش حلو، فانا عايزه اعمل الستاره. كل ما احاول اعمل الستاره، يعني مثلا المره اللي لزقتها بشمع وقعت، مره ثانيه حشرتها في الماسوره اللي هي شايله الحوض نفسه برضو وقعت، مش عارفه اعمل ايه. المهم رحت للراجل بتاع الحدايد والبيات. على فكره الستاره دي انت ممكن تعمليها على ايدك، مش لازم خالص ان انت تشتريها جاهزه، لان فكرتها سهله. يعني اي ملايه قديمه، اي حاجه قماشه قديمه عندك، او حتى مش قديمه، يعني حتى لو هتشتريها بالمتر فهي سهله مش صعبه. يعني فكرتها مش اللي هو تركيب الكلفه ديت او اي دانتيلا او اي حاجه تركبيها كحليه وبتبنيها تانيه من هنا وخلاص. المهم رحت عند الراجل بتاع الحدايد والبيات وقلت له انا عايزه اركب ستاره للحوض بتاع المطبخ. قال لي هتركبي ستاره نوعها ايه؟ يعني بلاستيك ولا قماش؟ قلت له لا الستاره قماش. راح قال لي طيب عشان بس اللزق اللي هديهولك ينفع قماش مع استانلس عشان الزق الاثنين دول في بعض. يعني انا جيت بصي كده، بصي انا بشد فيها اهو، بس طبعا مش هحمل عليها جامد، انا مش هتعلق فيها، بس انا شايفه ان اللزق كويس جدا. اللزق ده من الحاجات اللي هي ايه، يعني اسعفت وانجزت. غير ان انا بقى كل ما احط شمع يقع الزقها احشرها في الماسوره من تحت برضو بتقع، فالفكره ما كانتش حلوه. غير كده هي مديه منظر حلو للحوض بصراحه. يعني الكركبه والحاجات اللي تحت، يعني بصوا تعالوا شوفوا كده تحت في ايه. بصوا كده المنظفات بتاعتي والحاجات اللي انا مش محتاجاها، مثلا ازازه حاطه فيها زيت، الكلور، الاريال، الكلام ده كله انا مش عايزاه يبان. خلاص كده ادي اهي شكل الستاره. بصراحه انا عجباني. يعني اي حد عايز يعمل الستاره دي تحت الحوض، انا مش يعني التقفيل الالمونتال سهل بس صعب في التنظيف. الستاره دي سهل جدا ان انا المها كده وادخل تحت بالشرشوبه بالخيشه باي حاجه انت بتنظفي بيها بتنظفي. انما لو حته الومنتال ثابته بيبقى صعب. وبعدين انا دور ارضي، فدور الارض انتوا عارفين لازم موضوع النظافه وانك ترشي والكلام ده. ففكره ان انت تعملي ستاره اولا مش هتضايق عليكي المكان، ثانيا سهله التنظيف، ثانيا يعني ثالثا بتشيل او يعني بتخلي المنظر حلو، وبتخلي عينك مش شايفه بقى الحاجات اللي هي الكراكيب اللي تعتبر انت مش عايزه تشوفيها. زي ما قلت لك كده، منظفات، مقشات، اي حاجه انت بقى عايزه تحطيها. ممكن تشيلي ده كله، مثلا لو عندك رف للمنظفات او حاجه في المطبخ تشيلي ده كله وتحطي مثلا ربنا يحفظكم يعني الباسكت بتاعه الزباله تحت، بتبقى ايه برضو بعيده عن العين اللي رايح واللي جاي، فبتبقى الشكل بيبقى احسن. طيب انا رحت عند بتاع الحداد والبويات وجبت ده اسمه اللاصق الصاروخ. على فكره سعره مش غالي خالص، سعره 20 جنيه. بتضيفي الاثنين على بعض. هو بس عيبه حاجه واحده، ريحته نفاذه قوي، ريحته وحشه جدا، بس هو بيخلص في يعني هو اصلا بصي لو الانبوبتين صغيرين مش كبار على فكره، يعني قد الصابع كده تمام. ده مكتوب عليه ايه وبي، بتفضي الانبوبتين على بعض وبتخلطيهم. هو بيبقى معاه زي حته بلاستيك كده صغيره تقلبي بيها، اسمه لاصق الصاروخ. طيب من ورا كده ده بيتصلب، لو قريتي التعليمات بتاعته ان هو بيتصلب في 4 دقائق. 4 دقائق بالظبط بيكون. يعني انا عملتها انا وحنين. الستاره ديت ما خدتش مننا حاجه يعني، واسراء كانت معايا عشان واقفه جنبي بتقول لي وانا معاكي فلازم نجيب سيره اسراء في الموضوع. المهم ان البنات عملوها معايا ما خدتش مني حاجه. انا كنت متخيله ان انا افضل متذنبه بقى وسند عليها وشدي من هنا، لا اعملي من هنا، لا انا شايفه ان هي ما شاء الله ما شاء الله لزقت، مع اني ما كنتش متخيله ان 20 جنيه هتلزق وهتبقى كويسه وهتبان والشكل هيبقى كويس كده. يعني بصراحه لا فرقه، انا فرقه معايا، لان انا المطبخ ما بحبش انه يبقى ضيق، وكون ان انا اقفل تحت الحوض الومنتال هيبقى بالنسبه لي ضيقه خنقه. هيبقى الحته اللي عندي اهي، بصوا الطرقه قد ايه، فهتبقى مش كبيره. فلا هو التقفيله بستاره لكل حد بقى. انت ممكن الستاره دي تعمليها على ايدك، حاجه سهله جدا، متر الكلفه او متر وربع كلفه من عند اي حد بيبيع الحاجات بتاعه الخياطه، وقماشه من عندك من البيت، ملايه بقى قديمه، اي قماشه قديمه، حتى لو كانت جلابيه قديمه بتنفع والله. بصي خدي نصها وحط لها الكلفه دي وبتبقى زي الفل. طبعا انا ما كنتش عايزه اقول اسود، بس هي جت كده يعني. يا رب اكون فدتكم بحاجه. اللزق ده هتلاقيه عند بتاع الحدايد والبويات، سهل ورخيص وبيدي نتيجه حلوه. يعني انا شايفه ان هي لازقه ما وقعتش، وبامانه انا شايفه ان هي جامده. يعني حتى لو انا شايفه ان هي مش جامده كنت قلت لا اللزق ده ما حدش يجيبه او مش حلو. لا ما شاء الله اللزق ده حلو جدا. بتفضي الاثنين على بعض زي ما قلت لك وبتعمليهم في دقايق، اللي هو تفضي على طول تقلبي وتروحي فرده بقى على الخط ده، فرده كده وتلزقي بعد ما تفردي على طول في 4 دقايق بالظبط. تلاقي الستاره مسكت زي كانك معلقاها يعني بمشابك او حلقات. فبجد عايزه تجربي لزقه للحوض، جربي دي، رخيصه وفي نفس الوقت كويسه ومش هتاخد منك لا مجهود ولا، بس حاسبي بقى على ايديكي لانه بيمسك في الايدين. هو بيبقى معاه حاجه رفيعه كده
عصايه رفيعه بتبقى جايه مع اللزق نفسه. انا العيال خدوها، ما اعرفش خدوها فين اصلا. دي بتقلبي بيها المادتين دول في بعض وبتبداي تفردي كمان بيها. ما كنتش متخيله بصراحه ان هي هتبقى جميله كده وتلزق وتبقى متينه. انا قلت ب 20 جنيه، 20 جنيه راحت يا جت مش مشكله، بس بصراحه نينجا بجد. ما شاء الله يعني انا عجبني. فلو حد منكم عايز يجرب يعمل ستاره للحوض كده، بتعدل منظر المطبخ شويه، لان احنا اوقات كتير بنقعد فتره طويله في المطبخ، يعني بتطبخي بتعملي حاجه في الفرن، فالمنظر وانت داخله وانت طالعه بيبقى لازم عينك تشوف حاجه حلوه، لازم برضو تثبتي وجودك في مطبخك. فهذا منظر الستاره. لايك وسبسكرايب لو اول مره تشوف القناه، ولو اول مره تشوف الفيديوهات اللي احنا بنعملها يبقى لايك برضو سبسكرايب. اشوفك على خير، ويا رب الفكره تعجبكم، والمصلب ده هتلاقوه عند اي بتاع حدايد وبويات، ونشوفكم على خير.